السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا جماعة هنعمل معانا رز صيادية بني. هنعمل سمك بلطي محرمش ومقلي وجميل. نبدأ بقى في الخطوات. الاول انا نضفت السمك الاول يا جماعة تنظيف جامد جامد، وهعمل بقى التتبيله بتاعت السمك واسيبه 3 ساعات وارجع اعمل بايه الاكل معاكم. التتبيله بتاعته جزرايه وبشرتها، فصين توم، فلفل رومي على فلفل حامي، وملح، شويه خل وليمون وكمون، بس ما حطيتش تاني. هتبله وارجع لكم يا جماعه. ودلوقتي تبلنا السمك اهوت. هسيبه 3 ساعات او 4 ساعات يشرب في التتبيله كده، ونرجع لكم يا جماعه. دلوقتي يا حبايب قلبي مر 3 ساعات بقى على تتبيله السمك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل السلطه بتاعتي وهعمل الرز بتاعي. تعالوا اما نشوف. هنقطع البصل وارجع لكم. نيجي بقى لعمل الرز يا جماعه. حطينا دلوقتي البصل، هخليه لغايه اما يبقى لونه بني. عاوزين نعمله رز صياديه بتاع السمك، رز بالقرفه، جميل جميل جميل. على ما البصله تتحمر يا جماعه هنبدا نعمل تتبيله السمك اللي هي من بره الدقيق. انا بحط نص كوبايه دقيق، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه عصفر، او لو مش موجود عصفر يبقى كركم، عشان يدي للحرمشه ويبقى طعمه محرمش وجميل واللون لونه ذهبي. نبدا بقى فيه اهو يا جماعه. حطينا فيه دي كده، نفضه كده يا جماعه ونحطه في ميه سريع كده، ونحطه في الزيت على. نعمل التانية زيها، نفضه من الدقيق، نحطه في الميه على طول. هوطي عليه النار عشان يستوي من جوه. دلوقتي البصله معايا، حطيت قرفه عليها، هضيف لها بقى ميه وكمون وبشويه البهارات وارجع لكم. كده المرقه بتاعت الرز اهو الصياديه. هسيبها تقلب وارجع احط الرز. هستغل الوقت دوت واعمل السلطه. هنحط يا جماعه الرز دلوقتي ونرجع لكم. ورجعنا لكم يا جماعه. السمك اهوت، ايه رايكم؟ صلوا على النبي كده في التعليقات، صلوا على النبي وحطوا اللايك اللي ما حطش اللايك. وعملت السلطه يا جماعه، الرز بيستوي. هعمل بقى الطحينه معاكم. جبت ربع معلقه شطه، ربع معلقه بهارات على فلفل اسمر، وهجيب بقى الطحينه واحطها وارجع لكم. احط معلقه خل يا جماعه، واحط ربع كوبايه ميه، واقلب عليهم في بعض لغايه ما الخليط يتجانس. واحط 3 معالق طحينه. ادخلوا على القناه بتاعتي وهتشوفوا طريقه عمل الطحينه. نحط بقى، انا حاطه الميه دافيه خفيف خالص. اللي عاوز بقى يزود الطحينه ويتقلها يحط معلقه دقيق عليها. احط الطحينه وارجع لكم. حطيت الطحينه، اقلب بقى. بصوا يا حبايب قلبي، نسيت اقول لكم الدقيق اللي فايض من تتبيله السمك بتاع السمك حطيته في علبه، وفي علبه في التلاجة، وعينه في التلاجة ينفع المره تانية. عشان ايه؟ ما دلوقتي بقى لازم نوفر وكده، الحاجه غليت والدقيق رفع لسعره 18 جنيه وكده. نرجع بقى للطحينه، اقلبها لها. رجعنا لكم بقى يا حبايب قلبي. ايه رايكم في الرز الصياديه؟ جميل. ادي الطحينه وادي السمك، ده الشكل النهائي بتاعي. اتفضلوا معانا يا جماعه، اتفضلوا. حطوا اللايك وصلوا على النبي، واللي مشتركش في القناه يشترك. صلوا على النبي.